الشرطة في طوكيو بتجري ورا مجرم عشان تقبض عليه، لكن هو بياخد بنت رهينة وبيهدد حياتها، وفجأة بيحس بتعب قوي جدا في قلبه وبيقع ميت، والشرطة مش عارفين هو ايه اللي حصل له. مسؤول في وزارة الخارجية بيطلع من مكتبه وبيلاقي صحفيين كتير قدامه بيسألوه على كذا حاجة وعن قضايا الفساد، وفجأة برضه بيجيله سكتة قلبية ويقع ميت. وبعدها كذا حد في طوكيو وفي العالم كله بيموتوا بنفس الطريقة الغريبة ديت، وأغلبهم كانوا مجرمين. الجماعات الدينية هناك بررت اللي بيحصل دوت إنه انتقام إلهي من كل واحد بيعمل جرايم. وفي ناس بتقول إن سبب الوفيات هو واحد اسمه كيرا، واختلفت الآراء عنه. في كتير بيدعموا تصرفه وبيشجعوه، وفي كتير شايفين إنه مجرم برضه. وفي ليلة نشرت الأخبار في الشارع بتقول إن واحد اسمه هيروميشي اقتحم شركة مالية وقتل ناس كتير وأخد رهائن كمان. واحد من الجمهور اسمه لايت لما سمع الخبر طلع النوتة بتاعته وكتب اسم الراجل، وبعدها بشوية الأخبار بتقول إن هيروميشي اللي عمل الاقتحام مات فجأة لسبب غير معروف. بنرجع فلاش باك لشهر من دلوقتي وبنعرف إن لايت هاكر محترف وبيخترق موقع الشرطة اليابانية، لكن بيكتشف حاجة غريبة، إن الشرطة وبدون سبب بتقفل كل قضايا المجرمين المطلوبين هناك وقدروا يهربوا من العقاب. لايت بيتعصب جدا، وعشان يتأكد بنفسه بيروح لكافيتيريا فيها واحد من المجرمين دولت وبيسمعه وهو بيقول إن الشرطة سابته يطلع ومحدش هيسجنه. لايت متفاجئ من كلام المجرم ومبقاش عنده أي ثقة في الحكومة. وفي ليلة ممطرة لايت متعصب جدا وكان ماسك كتاب عن قانون العقوبات في إيده، لكن بيحدفه بعصبية في الزبالة. وهو ماشي صادف نوتة مرمية في الأرض مكتوب عليها مذكرة الموت. بياخدها معاه البيت، ولما فتح النوتة لقى الصفحة الأولى بتقول إن أي حد اتكتب اسمه في النوتة ديت هيموت فورا. لايت بيضحك وأكيد الكلام ده فاكس يعني، وبيشوف في التلفزيون مجرم اسمه يوسكي اتسبب في قتل ناس كتير لأجل التسلية، فبيضحك كده وبيكتب اسمه على النوتة وبيقوم. تاني يوم لايت بيقرا الجورنان واتصدم لما عرف إن المجرم اللي اسمه يوسكي مات لسبب غير معروف. لايت بيقول أكيد دي صدفة، وفي يوم كان ماشي في الشارع شاف نفس المجرم اللي كان في الكافيتيريا، فبيطلع النوتة بسرعة وبيكتب اسمه ويشوف هيحصل ايه. بيبص على المجرم واندهش لما لقاه بيموت قدامه، وفهم ان النوتة ديت مش عادية. بدأ يقرا كل القوانين الموجودة فيها، واحدة منهم بتقول ان النوتة مش هتنفذ القتل الا لو الكاتب تخيل شكل الشخص مظبوط، ولو في حد اسمه متشابه مش هيتأثر، واذا ما كتبش سبب الوفاة في خلال دقايق فالشخص ده هيموت بنوبة قلبية. لايت بيروح البيت، لكن بيتفاجئ في الشارع بكائن غريب اسمه ريوك. بيعرف ان محدش يقدر يشوفه الا لو معاه نوتة الموت. لايت كان خايف جدا منه وبيسأله انت هنا عشان عايز المذكرة، لكن ريوك بيعرفه انه مش هيأذيه وتقدر تستخدم النوتة زي ما انت عايز، ولو مش عايزها قول، لكن همسح من ذاكرتك كل حاجة تخص النوتة ديت. لايت بيقرر انه هيحتفظ بيها وفي باله انه هيخلي العالم نضيف ومن غير جريمة. الشرطة بتحقق في الوفيات اللي حصلت، لكن مش لاقيين سبب منطقي ليها، وكل اللي لقوه هو معلومات بسيطة عن واحد مسمي نفسه كيرا زعيم القانون. الشرطة فقدت الأمل إنها تعرف تحل اللغز دوت، وبتلجأ لشخص غامض عشان يساعدهم معروف باسم بيتواصل معاهم من الكمبيوتر، وبيشتبه في إن كيرا هو اللي بيعمل الجرائم ديت، اللي بيعمل خطة بالاتفاق مع الشرطة إنه يستخدموا مجرم ويتحدى بيه كيرا من خلال بث مباشر، وبالفعل بيطبقوا الخطة. ولما لايت بيشوف البث بيتنرفز جدا منهم، فبيكتب اسم الراجل في النوتة والمجرم مات فورا. بعدها على طول اللي بيتكلم في البث المباشر ان كيرا وقع في الفخ، لان البث دوت كان حصري في اليابان وفي منطقة محددة كمان، وده معناه ان كيرا موجود هنا، وبرضه معناه ان القتل بيتم من غير ما كيرا يستخدم ايده. اللي بيحذر ان اول ما يتم القبض عليه يعدموه فورا، واللي بيتحدى لايت انه يقتله حالا لو يقدر. لايت بدأ يحس بخوف من التهديدات ومش عارف يقتل لان محدش عارف شكله او اسمه الحقيقي. الشرطة بتعين واحد من احسن الضباط عندهم اسمه جامي عشان يمسك التحقيقات في قضية كيرا، والمفاجأة ان جامي هو نفسه ابو لايت اللي بيحلل التوقيت اللي بيموت فيه الناس، ولقى انها بتكون بعد التوقيت الدراسي للطلبة، وده معناه ان كيرا طالب في كلية وما بيكونش فاضي انه يقتل حد وقت المحاضرات. لايت بيخترق موقع الشرطة وبيعرف المعلومات دي، فبيبدأ يغير مواعيد القتل عشان محدش يشك فيه. الشرطة لما لقت مواعيد القتل اتغيرت بدأوا يغيروا رأيهم هما كمان في ان كيرا يكون طالب جامعي، لكن ايه اللي اكد لهم ان في تسريبات حصلت ووصلت لكيرا، لان مش صدفة ان بعد ما قال لهم المعلومات ديت فيلاقوا مواعيد القتل اتغيرت. لايت ماشي مع ريوك
وبيحدف له تفاحه، لكن ريوك ما خدهاش، فبيفهم ان في حد بيراقبه. ريوك بيقول للايت ان الشخص ده بقاله يومين بيراقبه، ولايت مستغرب ان ريوك ما حذرهوش، لكن ريوك بيوضح له ان هو كائن محايد مش بيدعم لايت ولا بيدعم الشرطه. لايت بيقلق من كلامه وبيقرر انه يبقى حذر اكتر بعد كده، وبيفهم من ريوك ان الناس اللي بيكتب اسمهم في النوتة بيموتوا قبل ميعاد موتهم المتقدر، وان فرق العمر دوت بيتضاف لعمر ريوك وبيعيش اكتر. لايت بيركب الاتوبيس مع زميلته ولقى الراجل لسه بيراقبه، فقام زعق معاه، لكن هو بينكر انه بيراقبه او حاجه. وفجاه بيقوم واحد يهدد الناس وياخدهم كرهاين. لايت كان معاه حته ورقه من النوتة، فبيكتب فيها للراجل اللي وراه انه يقدر يواجه المجرم. الراجل اللي بيراقب لايت بيحذره انه ممكن يتاذى، وبيعرفه بنفسه انه من الاف بي اي واسمه ري. المجرم سمعهم وراح لهم وشاف الورقه. اول ما مسكها شاف قدامه ريوك. المجرم خاف جدا منه ونط من الاتوبيس، لكن لقى قدامه عربيه بتجري بسرعه وموتته. لايت عايز يموت العميل ري ويرتاح منه، لكن كده هيأكد التهمه عليه، وعلشان يبعد اي شكوك عنه بيقرر انه يقتل كل العملاء الاف بي اي المرتبطين بالقضيه. بيدور على اساميهم في الموقع لكن مش لاقيها، فبيتواصل مع ري وتقابله في القطر. بيتكلموا باللاسلكي وبيجبروا يقول اسماء الضباط والا هيقتل كل اللي في القطر. وبالفعل قدر يضغط على ري ويعرف اسمائهم، كتبها في النوتة وكلهم بيموتوا في نفس الوقت. وحتى ري ما سلمش منه وبيموت قدام خطيبته وهي مش عارفه تعمل له حاجه. ابو لايت في اسم الشرطه بيعرف الضباط ان حياتهم في خطر، لان كيرا ما بقاش يقتل المجرمين بس، لا ده بقى يقتل الضباط كمان. وبيسمح لاي حد عايز ينسحب من القضيه وخايف على نفسه في انه ينسحب. وبعد كلامه كل الضباط انسحبوا ما عدا كام واحد قرروا يكملوا. ايه اللي بيكلم الضباط، لكن هما ما بقوش واثقين فيه وبيشترطوا عليه لو عايز يكمل تعاون معاهم انه يكشف عن نفسه. وبالفعل اللي كشف عن نفسه وبيروحوا له البيت، وطلع شاب صغير لكن ذكي جدا وبينصحهم ان هم يستخدموا اسماء مزيفه عشان كيرا ما تموتهمش بسهوله. خطيبه ري طلعت هي كمان عميله للاف بي اي واشتغلت مع ال قبل كده في قضيه كيرا، وبتقرر انها هتنتقم لموت خطيبها. اللي بيراجع فيديو لري لما مات قدام خطيبته وبيلاقي انه بيشاور على حد قبل ما يموت. اللي اتصل بالظباط وقدام صور للناس المشتبه بيهم. الشرطه لقت من ضمنهم صوره للايت ابن الضابط، فبتشدد المراقبه عليه. لايت قاعد بيكتب الناس اللي هيموتهم وبيجدول مواعيدهم، وبيقول لريك مهما حصل لازم الناس دي تموت في المواعيد المكتوبه. وتاني يوم خطيبه ري بتروح تتكلم مع لايت وبتعرفه بنفسها وان اسمها نعومي. لايت كان عارفها لانه شافها مع ري يوم ما موته. نعومي بتواجهه وبتشك فيه وبتقول له ان انت اللي عملت المصايب دي كلها، وانت اللي خدعت ري يوم ما مات لانه كان بيراقبك. لايت خاف جدا منها وكتب اسمها بسرعه في حته ورقه من النوتة، لكن بتقول له مش هتعرف تقتلني لان ده مش اسمي الحقيقي، وبتقول له انها مش هتسيب حق خطيبها. لايت بيرجع البيت وبينتبه ان في حد دخل جوه اوضته. ريوك بيكلم لايت وانه عايز ياكل تفاح ومتعصب جدا، لكن لايت مش بيرد عليه عشان ما يتكشفش. الشرطه ما لقتش لايت بيعمل اي حاجه مريبه طوال الايام اللي فاتت، وبكده هو بريء. لكن ايه اللي بيصمم ان هم يستمروا في مراقبه لايت، لان ما حصلش اي جريمه قتل في اليومين دولت، وده شيء غريب. وفي اليوم السابع من المراقبه لايت بيدخل اوضته وبيتصرف كأن كل شيء عادي، والاخبار في التلفزيون بيقولوا في مجرم اتقبض عليه، وبنلاقيه مات على طول بنفس الطريقه الغريبه. لما الضباط عرفوا الخبر اتاكدوا ان لايت مبقاش مشتبه بيه وشالوا الكاميرات، لكن كان لسه شاكك فيه. لايت كان خبيث جدا وخبى جزء من النوتة جوه كيس الشيبسي، وعرف اسم المجرم من التلفزيون وكتب اسمه على النوتة، وقدر يتهرب من اي اشتباه عليه. زميلة لايت اتصلت بيه عشان يتقابلوا في معرض للفنون، وهو كان مبسوط جدا من مكالمتها، لكن نبرة صوتها كانت غريبة وخلاه يشك في حاجة. وبالفعل نعومي كانت بتستخدمها كطعم عشان لايت يجي. ولما لايت وصل لقى نعومي قدامه وبتهدده بالمسدس يعترف ان هو كيرا، لكن لايت بينفي كلامها. نعومي عشان تخليه يعترف بتقول له اسمها الحقيقي. وفي نفس الوقت نعومي كانت مركبه كاميرات ومتفقه مع ان هم يشوفوا لايت ويتاكدوا ان هو فعلا كيرا. ابو لايت لما شافهم في الكاميرات قال لهم يبعتوا الشرطه حالا للمكان اللي هم فيه. زميله لايت قدرت تهرب من نعومي وبتجي تروح للايت، لكن نعومي من غير ما تقصد ضربت البنت بالمسدس وبتموت قدامه، ولايت زعلان جدا. الشرطه بتوصل لكن نعومي موتت نفسها. ريوك بيتكلم على لايت، انت زعلان على زميلتك بعد ما ماتت، انت كنت بتحبها. لكن لايت بيضحك بخبث وان هو اللي خطط لكل اللي حصل. بيجي مشهد فلاش باك وان لايت بيشوف نعومي مع خطيبها ري وقت ما موته، وبيلاقي ورقه وبيعرف عن طريقها اسمها الحقيقي، وبيقوم يكتب تفاصيل موتها بالظبط في النوتة، وان هو اللي خطط تموت نفسها في الاخر. لو كمان هو اللي خطط طريقه موت زميلته
وبيبين نفسه زعلان عليها، وبكده يقدر يبعد اي شكوك نهائيا عنه. ليك بيقول له يخرب بيتك يالا ده انت شيطان. لايت بيتكلم مع ابوه وانه عايز يدخل فريق تحقيقات وينتقم لموت زميلته. اللي بيظهر وهو ماسك نفس نوع كيس الشيبسي اللي كان مع لايت قبل كده، بيقدم نفسه للايت وبيرحب بيه في الفريق، وهما الاتنين بيبصوا لبعض بحذر جدا.